Hello my lovely students. أنا مس سامو والنهاردة عندنا درس جديد وممتع جدا من Unit 1. الدرس اسمه Language Use يعني استخدام اللغة، وهنعرف فيه إزاي نستخدم الأفعال الصحيحة عشان نوصف شكلنا وشكل أصحابنا. النهاردة هنتعلم كلمتين سحريتين جداد have وhas. يلا يا أبطال، كله يفتح page number 6. الجزء الأول 1. Listen, read and say. استمع، اقرأ وقل. بصوا كويس على الأطفال الحلوين دول وهم بيتكلموا عن شكلهم. ركزوا إزاي بيستخدموا I have و she has و he has. 1. الولد بيتكلم عن نفسه. الولد بيقول I have brown hair يعني أنا عندي شعر بني. I have blue eyes يعني أنا عندي عيون زرقاء. لما نتكلم عن نفسنا I بنستخدم have. قولوا معايا يا أبطال I have. 2. البنت السمراء بتكلم عن صديقتها. البنت بتتكلم عن البنت اللي جنبها. She has straight hair يعني هي عندها شعر ناعم. She has green eyes يعني هي عندها عيون خضراء. لما نتكلم عن بنت واحدة she بنستخدم has. قولوا معايا يا أبطال she has. 3. الولد الأشقر بيتكلم عن ولد. الولد بيقول he has blonde hair يعني هو عنده شعر أشقر. He has blue eyes يعني هو عنده عيون زرقاء. لما نتكلم عن ولد واحد he بنستخدم has. قولوا معايا يا أبطال he has. قاعدة اليوم الذهبية golden rule. لما نتكلم عن نفسنا I نستخدم have. لما نتكلم عن ولد he نستخدم has. لما نتكلم عن بنت she نستخدم has. الجزء الثاني 2. Look, read and check. انظر، اقرأ، واختر العلامة الصحيحة. في الجزء ده عندنا صور وعايزين نختار الجملة اللي بتوصف الصورة صح. يلا نشوف. 1. البنت اللي لابسة توكة صفرة. قدامنا جملتين. He has green eyes يعني هو عنده عيون خضرة. She has green eyes يعني هي عندها عيون خضرة. دي بنت she ولون عينها أخضر green. يبقى نختار الجملة التانية اللي بتبدأ she has two. الولد الأسمر قدامنا جملتين. He has short hair يعني هو عنده شعر قصير. She has short hair يعني هي عندها شعر قصير. ده ولد he وشعره قصير short. يبقى نختار الجملة الأولى اللي بتبدأ he has 3. الولد اللي بيلعب بالأرنب قدامنا جملتين. She has curly hair يعني هي عندها شعر مجعد. He has curly hair يعني هو عنده شعر مجعد. ده ولد he وشعره مجعد curly. يبقى نختار الجملة التانية اللي بتبدأ he has. برافو يا شطار. دلوقتي عرفتوا تفرقوا بين he و she في الوصف. الجزء الثالث 3. Look at the pictures, point and say. بصوا على الصورة البنت وهي بتوصف اللي جنبها صورة البنت اللي شعرها بني. هي بتستخدم إيديها عشان تشاور. يلا نقول زيها. She has green eyes يعني هي عندها عيون خضرة. She has brown hair يعني هي عندها شعر بني. دلوقتي يلا نوصف الصورة اللي على اليمين. الولد الأشقر. نقول he has blonde hair ونقول he has blue eyes. برافو. إيه اللي اتعلمناه النهاردة؟
النهاردة يا أبطال اتعلمنا قاعدة مهمة جدا في استخدام الفعل عنده أو لديه. لما أتكلم عن نفسي I أقول I have. لما أتكلم عن ولد he أقول he has. لما أتكلم عن بنت she أقول she has. homework. عايزاكم تكتبوا في كراسة الإنجليزي 3 جمل توصفوا فيهم جملة عن نفسك باستخدام I have، جملة عن ولد أخوك أو صاحبك باستخدام he has، جملة عن بنت أختك أو صاحبتك باستخدام she has. Example: I have short hair. He has brown eyes. She has long hair. ولو عايزين تبقوا متميزين، اعملوا محادثة قصيرة مع ماما أو بابا أو أخوك، وكل واحد يوصف التاني باستخدام القواعد الجديدة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا باقي الدروس الممتعة مع مس سامو. See you soon. Bye bye.